ايه ده، انت بتجلدي الصينيه ولا ده ورق حائط ده ولا ايه؟ لا لا حاسب، الأكلة دي مخصوصة للناس اللي بتحب الشوكولاتة فقط. هو في حد ما بيحبش الشوكولاته؟ تخيل بقى كمان لو دخلنا اللوتس في الأكلة دي. يا سلام. يلا بقى بسرعه اشرحي لنا التفاصيل. احنا فردنا طبقة محترمة كده من عجينة اللوتس في صينية الخبز ودخلناها تجمد في الفريزر أقل حاجة 3 ساعات، ونحضر بقى خليط البراونيز الأصلي اللي مفيش زيه. انت هتقولي لي ده انت عليكي براونيز؟ ما حصلش. طب خلينا نشرح بقى. اول حاجه هندوب الشوكولاته والزبده على حمام ميه لغايه ما يندمجوا والشوكولاته تدوب تماما. في بوله كبيره بقى نضيف السكر وعليه البيض بالتدريج ونضرب بالويسكر العادي. يعني انت مش محتاجه مضرب بيض؟ هو اصلا ما ينفعش مضرب كهربائي في الاكله دي لان احنا مش عايزين البيض ينفش ولا محتاجين ندخل الهواء في الخليط ده. هنضيف بقى الفانيليا وهتكون الشوكولاته بردت شويه، هننزلها بالراحه على البيض والسكر. على فكره ريحه الشوكولاته رهيبه من دلوقتي. طبعا، امال ايه. هنخلط بقى الشوكولاته الدايبه مع البيض والسكر كويس. هنحضر بقى المكونات الجافه لوحدها عشان ننخلهم على الخليط. عباره عن دقيق وكاكاو خام ورشه ملح. هننخلهم بقى على خليط الشوكولاته ونخلط المكونات كلها، وكده يبقى خليط البراونيز جاهز. القوام ده اتقل شويه من قوام الكيكه اللي بتعمليها دايما. فعلا البراونيز الصح دايما بيكون قوامه تقيل شويه مع ان الدقيق اللي فيه قليل، وده بسبب ان احنا ما ضربناش البيض كويس ولان كميه الشوكولاته الدايبه اللي فيها كتيره كمان. ايوه بقى. هنستخدم بقى نفس الصينيه اللي كنا بنجمد فيها اللوتس ونفرد فيها نص خليط البراونيز. وتنزلي عليها بورق الحائط اللي انت مجمداه في الفريزر. لا اله الا الله، ما قلتلك ده اللوتس. طب خلاص ما تزعليش. المهم ان نحط بقيه البراونيز فوق اللوتس وعلى الفرن بقى، ونركز بقى الفرن يكون درجة حرارة 180، وهنسيب البراونيز 12 دقيقة ل 15 دقيقة فقط. أول لما الطبقة اللي على الوش دي تشمع كده هنطلعها على طول. انا عارف ان البراونيز بيبقى بيلزق شوية، وعشان كده احنا لما بنستخدم السكينة ننزلها في المية السخنة ونمسحها بمنديل بعد كل تقطيعة. أيوة صح كده. تعالى بقى عشان تدوق أكتر براونيز فudgy وطعمها شوكولاتة ومحشية لوتس رهيبة في العالم. الحوار ده لازمه ايس كريم على فكرة. تسلم دماغك، بصحيح كده الجريمة اكتملت.